انت هتبدأ على اليوتيوب، فانا احب اقولك ان طريقتك صعبة جدا لو انت عايز توصل للربح. طبعا ايه شروط ميزة تحقيق الربح اللي كانت قديمة وهي حسيت اتغيرت؟ كانت الشروط عبارة انك لازم تحقق 4000 ساعة علنية و1000 مشترك. واللي ما يعرفش ال 4000 ساعة دولت عبارة عن ايه، ان انت مثلا لو نزلت فيديو ساعة فلازم 4000 شخص يشوفوه كامل. لو شافوه حتى دقيقة مش كاملة فما تحققش الشروط. فلازم مثلا يكون 4000 شخص يكونوا شافوه كامل. وكانت لو انت مش عارف تحقق ال 4000 ساعة فلازم تحقق مثلا كام 10 مليون مشاهدة على الشورتس. ودي طبعا رقم كبير جدا، ده محدش حتى يقدر يحقق 100,000 مشاهدة. دلوقتي بقى طبعا اليوتيوب غير الاعدادات وتحقيق ميزة تحقيق الربح بقت الضعف. ازاي؟ هو طبعا ال1000 مشترك ما تغيروش، هم 1000 مشترك يا سيدي، ولكن بدل ما كانت 4000 ساعة بقت 8000 ساعة. انت متخيل الرقم؟ وبدل ما كانت 10 مليون بقت 20 مليون. انت متخيل الرقم؟ وده طبعا بيبقى صعب جدا على اليوتيوبر اللي لسه بادئين واللي لسه هيبدأوا، وبتكون صعبة جدا، وخصوصا عليا انا كمان شخصيا، لان انا طبعا كنت لسه بادئ. وطبعا انا بقدم محتوى يعني بتعب فيه جدا ومش بحقق الربح طبعا. يعني متخيل ان انا مثلا ممكن احقق 20,000 مشاهدة مفيش غير 70 بس اللي اشتركوا، فتخيل. فطبعا يا صديقي لو انت عايز تدعمني ادعمني باللايك والاشتراك. اللايك طبعا مش هيخسرك حاجة ولا الاشتراك، وشارك فيديو عشان القناة تشير. وسلام.